السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ملعب التتش تدريب الأهلي إمام عاشور زي الحصان امسكوا الخشب، وفي مكتب محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد إمام عاشور جاهز للتوقيع والتمديد ما شاء الله. النهاردة الحمد لله التدريب الصباحي للنادي الأهلي انتهى بدون إصابات، نص الإصابات والغيابات اللي عندنا للأسف في التدريبات. التدريب الصباحي انتهى وال21 لاعب المرشحين للقائمة كلهم تمام للسفر بكرة إن شاء الله. الإصابة الوحيدة كانت لسيارة محمد سيحة حارس المرمى الثالث. محمد سيحة تعرض النهاردة لحادث سيارة وهو في طريقه للتدريب في النادي، لكن الإصابات في الصاج والحمد لله هو سليم. العيون على إمام عاشور، سبحان الله، إمام في التدريب زي الحصان، قوة وسرعة ولياقة، سليم 100%، بس من غير التحام، من غير كرات مشتركة. إنما ما شاء الله أعتقد أن النصيحة من الأطباء أنه يستبعد من مباراة غزل المحلة، والتقييم يبقى بعد مباراة المحلة وقبل مباراة بيراميدز. وبالمناسبة بمناسبة إمام عاشور، موضوع تجديد عقده مع النادي الأهلي لنهاية 2030 إن شاء الله، 5 سنين معنا، الموضوع أوشك على الانتهاء، العقد جاهز وسليم، فقط زي ما قررت إدارة النادي الأهلي. الأهلي قرر تأجيل كل شيء في تجديد ومناقشة عقود اللاعبين حتى نهاية مباراة بيراميدز 30 أغسطس. والأهلي عنده نظام والكل بيحترم النظام، والكلام الفارغ اللي بيتقال على عقود لاعبي الأهلي واللي بيغرغروا الغرغور ده ينفع عندهم هم بس، ما يمشيش في النادي الأهلي. كمان نقول ما شاء الله على النجم المالي أليو ديانج، في حالة بدنية وفنية ممتازة ومعنوياته عالية جدا، وهو متأكد انه هيبدأ مباراة المحل. ديانج بالدرجة الأولى يهمه يلعب، ديانج بالدرجة الأولى يهمه انه يكون في منتخب بلاده، ومش هيكون في منتخب بلاده إلا لو لعب أساسي في نادي. ديانج في حالة فنية ممتازة وتسمح لريبييرو المدير الفني الأسباني الأهلي انه يعتمد عليه لوحده، يعتمد على ديانج لوحده في خط الوسط كلاعب ارتكاز يواجه كل مرتدات فريق غزل المحلة. هنكلمكم على غزل المحلة، بس لازم تعرف ان غزل المحلة من الفرق اللي بتهاجم بأعداد محدودة جدا من اللاعبين، طبعا علشان ما دخلش فيها ولا جول لحد هذه اللحظة في ال3 مباريات اللي لعبوهم 4 ساعات ونص ما دخلش فيهم ولا جول، فما بيطمعوش في أي ماتش. فعشان كده الفريق بيدافع ب7-8 طول وقت المباراة، في 8 ورا و2 متقدمين. الاثنين على فكرة منهم مين بقى؟ منهم جريندو اللي كان بيلعب في المصري، فاكرينه الأسمراني أبو شعر هايش ده. جريندو عنده حاجة غريبة جدا قدام النادي الأهلي، بس بيشتغل ممثل أكتر ما بيشتغل لاعب. في كل التحام، وركزوا معايا في دي، في كل التحام يقوم واقع وماسك وشه وماسك جنبه وماسك عضله ويصرخ ويعمل، والحكام بيتمنوا، انتوا عارفين بيتمنوا الانذارات والطرد للنادي الاهلي على طول. لكن خد بالك، لو الحكم عطى انذار ظلم للاعب النادي الاهلي في اي تمثيليه من دول، الفيديو ما بيراجعش الانذار، حتى لو الانذار فاجر الفيديو ما بيراجعش الانذار، زي الانذار اللي خده محمد هاني الاولاني في الماتش اللي اتطرد فيه، ولا حد عرف ان محمد هاني حتى خد انذار. ريبيرو اتفرج على ملخصات 3 ماتشات للمحل، اخرها الماتش بتاع الجونة اللي كان من 3 ايام، واللي الحقيقة الشوط الثاني غزل المحلة مالوش فرصة، غزل المحلة مالوش شوطة، غزل المحلة الشوط الثاني مع الجونة في الجونة بس بيدافع، ما بيعملش حاجة غير انه بيدافع، وطلع 0-0 زي ما هو عايز. ريبيرو شاف الاسلوب الدفاعي بتاع غزل المحلة، واكيد درس بقى مع زمايله في الجهاز الفني ازاي يكسر الحائط الخرساني اللي بيعمله المدرب علاء عبد العال. الأهلي من غير محمد هاني الباك اليمين الأساسي للإيقاف للطرد، وغزل المحلة من غير محمود الصبحي. المحلة خدوا بالكم بيدافع ب8 لاعبين، 8 كل الماتش بيدافع ب8، 3 في قلب الدفاع، 3 مش 2، 3، وفي كل جانب بيدافع ب2 باك وجناح وباك وجناح، والجناحين ملتزمين أكتر من الباكين، وقدام منطقة الجزاء في لاعب، فعندهم 8 عاملين مستطيل عريض كده امام منطقه الجزاء. يضاف لهم وللحق عندهم واحد من افضل الحراس في الدوري حتى الان، اللي هو عامر عمل ماتش ممتاز 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 امام الجونه، وكان هو نجم المباراه. الاهلي هو مسافر بكره ان شاء الله غزل المحله، لازم يعرف ان المباراه صعبه، ولازم يعرف ان هو هيواجه فريق ما بيعملش حاجه في ال90 دقيقه غير انه بيدافع، ما بيعملش حاجه غير انه ما يدخلش فيه جول، ولا يفرق معاه نتيجه المباراه على الاطلاق. 0-0 بالنسبه له هي اكبر فوز ممكن يحققه، فما بالك بقى في ماتشات الاهلي. النهارده موقع تذكرتي اعلن، واتحاد الكوره اعلن، وكل المواقع والصحف والبرامج الرياضيه احتفلت ان تم السماح ل50,000 متفرج
لحضور مباراة مصر وأثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم، وفتح كل مدرجات استاد القاهرة للجمهور مع توفير أسعار مخفضة جدا للتذاكر لدخول أكبر عدد من الناس. 51,000. 2 فتح كل مدرجات استاد القاهرة. 3 تذاكر مخفضة. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول لوزارة الداخلية، السؤال الثاني لوزارة الرياضة وهيئة استاد القاهرة، السؤال الثالث لشركة تذكرتي واللي مشغلين تذكرتي. الأسئلة شكلها رايحة ل3 جهات، الداخلية والاستاد وتذكرتي، لكن الحقيقة الأسئلة ال3 رايحة لشخص واحد. شخص واحد هو اللي بيملك السلطة العليا في الكرة المصرية فوق وزارة الداخلية وفوق تذكرتي وفوق استاد القاهرة. هو صاحب الكرة في مصر، وهو اللي بيحارب الأهلي، وهو اللي بيردع الزمالك، وهو اللي مكلف الجهة السيادية اللي كل مصر عرفت إنها بتدير نادي الزمالك النهاردة وبتوفر له الفلوس والصفقات والرواتب والدولارات والرضاعة. السؤال الأول لوزارة الداخلية. يا داخلية يا طيبة، لما هيدخل 50,000 متفرج في مباراة مصر وإثيوبيا هتقدري تسيطري بسهولة على 50,000 متفرج في استاد القاهرة. ليه ما بتسمحيش كده في الماتشات المحلية؟ ليه عدد الدخول في الماتشات المحلية بس 10,000 متفرج؟ ما تقولش 20، لأن عمره ما وصلوا 20 غير في ماتشات الزمالك بس. إنما ماتشات الأهلي وأي ماتش تاني هو 10,000 حد أقصى. ليه يا داخلية لما تقدري تسيطري على 50 ليه مقللاها جوه البلد؟ السؤال الثاني لوزارة الرياضة وهيئة استاد القاهرة. لما انتوا قادرين تفتحوا كل مدرجات استاد القاهرة وكلها من فضل الله سليمة وكلها تحت السيطرة وكلها فيها كاميرات، ليه بقى في ماتشات الدوري بتقفلوا الدرجة الثانية؟ ليه في ماتشات الأندية المصرية في بطولة إفريقيا بتقفلوا الدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية اللي قصاد خط السنتر، اللي قصاد المقصورة كده واخدة السنتر كله، اللي هي عصب كرة القدم في كل الملاعب وفي كل المباريات. ليه يا فسدة بتقفلوها يا وزير ولا انت يا هيئة استاد القاهرة؟ آخر سؤال وآخر كلام لشركة تذكرتي. انت يا تذكرتي في ماتشات الأهلي بتخلي أقل تذكرة 100 جنيه، وساعات بتفتكري وتفجري وتزودي سعر التذكرة في الدرجة الثالثة. ليه المرة دي بقى التذاكر رخيصة للجماهير، ولا الأهلي بس هو اللي انت تزودي عليه يا منحرفة؟ 3 أسئلة للأمانة ملهاش إجابة. ليه؟ لأن انت في مصر ومحدش يقدر يسألها برضه في مصر. واحنا من امتى بنسأل الأسئلة دي يا كابتن؟ إن شاء الله بكرة الأهلي يبدأ مشواره في بطولة الدوري العام لكرة القدم للسيدات بمواجهة فريق بالم هيلز في ملعب بالم هيلز الساعة 4:30 في مباريات المرحلة الأولى. اختاروا الحكمة اللي هتدير المباراة، اسمها رحمة يوسف. مفيش فار، مفيش فيديو في مباراة الدوري العام لكرة القدم للسيدات. طاقم الحكام كله سيدات، رحمة يوسف ومعاها 2 مساعدات، لكن الحكم الرابع راجل، محمد خالد. هيروح فين بين الشوطين الحكم الرابع؟ هيروح فين قبل الماتش وبعد الماتش؟ هيقعد في الملعب، ما يقدرش يدخل اوضه اللبس، اوضه اللبس هتبقى حريمي. الكلام ده مش هيطبق في مباراه بيراميدز والطيران، لان مباراه بيراميدز والطيران هيديرها طاقم حكام رجالي كامل. رابطه الانديه ما وقعتش اي عقوبات على نادي الزمالك ولا على جمهور نادي الزمالك بعد حوادث الشغب الرهيبه اللي حصلت في استاد هيئه قناه السويس بعد مباراه فاركو اول امبارح، وبعد ما تم تحطيم عدد كبير من الكراسي ومن المنشآت، واللي بسببه هيئة قناة السويس رفضت إقامة مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاث واتنقلت إلى استاد القاهرة. رابطة الأندية يدوب عاقبت الزمالك عشان لاعبته خدوا 6 إنذارات بس، إنما عاقبت الاتحاد السكندري بإيقاف مدربه أحمد سامي 3 مباريات عشان اعترض على الحكم. فاكرين لما جوميز لما كان مدرب الزمالك ضرب الحكم الرابع وما خدش ولا دقيقة إيقاف؟ اهو احمد سامي بس راح اعترض بس على الحكم الرابع، ما لمسوش، خد 3 مباريات ايقاف. قلبان الاتحاد بقى، هو الاتحاد زي الزمالك؟ الناس هنا في مصر بتراعي برضو ان الزمالك هو ابن سعادة البيه. بيراميدز اتأجل له ماتشين في الدوري، لانه ماتشين في افريقيا وماتشين في الدوري. ماتشين في الدوري اتأجلوا لشهر اكتوبر، وماتشين في افريقيا اتأجلوا برضو لاكتوبر. الجيش نادي بيراميدز هيلعب مع نادي الجيش الرواندي في الدور الاول، المرحله الاولى خالص في دوري ابطال افريقيا في كيجالي عاصمه رواندا الاول، وبعدين في القاهره بدري يوم 1 اكتوبر و5 اكتوبر. ليه؟ لان هو عنده مباراه
بيراميدز في كأس أندية العالم بين القارات ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر في القاهرة، والكسبان فيهم يلاعب أهلي جدة اللي هو السعودي بطل آسيا وبطل كأس السوبر السعودية، يلعبوا يوم 23 سبتمبر في جدة. وطبعا بيراميدز مرشح يكسب أوكلاند سيتي بسهولة ويتأهل لمواجهة أهلي جدة. عشان كده نقلوا له الماتشين بتوع الدور الاول في افريقيا في دوري الابطال مع الجيش الرواندي، والرابطه نقلت له كمان ماتشين في الدوري العام الى اول ديسمبر ان شاء الله. هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره البورسعيدي اتدخل امبارح وضرب الرابطه بوكس وقعها على الارض تماما قضيه. الرابطه امبارح غيرت مواعيد وملاعب 7 مباريات، منها مباراه المصري وكهرباء الاسماعيليه نقلته من استاد السويس الى برج العرب. النهارده هاني ابو ريده رجع الماتش لاستاد السويس زي ما المصري عايز. وهي دي الكوره في مصر، اللي معاه قوه ومعاه نفوس بيعمل اللي هو عايزه، والباقي يضرب راسه في الحيط والمباراه رجعت تاني، ولا تقول لي امن ولا تقول لي اعتبارات ولا تقول لي اي حاجه. نرجع بقى للزمالك، وسبحان الله سبحان الله بينهم وبين العقل سنين، بينهم وبين الوعي فراسخ. إدارة الزمالك ما لقتش أي حتة تعمل فيها غلطة إلا وعملتها، والنهاردة بتعمل أول غلطة من نوعها في تاريخ الرياضة. شوف العالم ده في كام دولة؟ بتتكلم على 300 دولة، كل دولة أقول فيها من 100 ل 1000 نادي، يعني بتتكلم على عدة ملايين من الأندية. الغلطة اللي عملها الزمالك بقى دي واللي هنتكلم عليها ما فيش نادي في ال3 مليون نادي في العالم عملها. شافوا الاهلي بيعمل اعلانات للاعبيه وتقديم فيديوهات للاعبيه، قالت هو الاهلي احسن مننا في حاجه؟ نعمل فيديوهات. جالهم لعيب فلسطيني اسمه عدي الدباخ، علشان يقدموه قالوا ايه؟ نعمل تليفون كأن في تليفون بيرد جاي له على التليفون بتاعه، ففي رقم 1907 اللي هو رقم الاهلي و1911، فهيرفض 1907 كأنه بيرفض الاهلي، كأنه بيتريق على الاهلي، الكلام العبيط بتاعهم ده. بس الرقم اللي اتصل اللي اتكتب على الشاشه واللي الناس كلها شافته رقم سيده فاضله نادي الزمالك ما سالهاش. حطوا رقم كده عشوائي، اتضح انه رقم لسيده فاضله ما حدش سالها وما حدش خد اذنها ولا حاجه. الست الطيبه دي لقت فجاه تليفون من هنا وتليفون، واللي يعكسها واللي يشتمها واللي يقول كده واللي يعمل كده، فاض بيها الكيل وراحت للمحامي بتاعها. لا دي قضية مضمونة بنسبة 100%، ناس استخدموا تليفونك وأساءوا إليك وتسببوا في إزعاجك، أنت لازم تطلبي تعويض، وطالبة تعويض 20 مليون جنيه. نادي الزمالك لو ما لقاش حتة يدفع فيها غرامات هيعمل لنفسه مشكلة ويدفع غرامات بينهم وبين بعض. 20 مليون جنيه يوم 23 سبتمبر الشهر اللي جاي أول جلسة في الموضوع ده. ويا زمالك كمل وكمل وكمل، ده أنت لقطة ما فيش حد في الدنيا عنده الزكاوة بتاعت نادي الزمالك والمسؤولين بتوع نادي الزمالك. سبحان الله سبحان الله على الزكاوة اللي محدش قادر عليها. مسؤولين في الاتحاد الليبي لكرة القدم، نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم، بعتوا لي رسالة ان اسماعيل يوسف لاعب الزمالك، انا كنت قلت امبارح ان هو هيتعين مدير فني، قالوا لي لا ده هيتعين مدير لشؤون كرة القدم، اداري يعني ملوش علاقة بالتدريب وملوش علاقة بالجانب الفني لكرة القدم، ده جاي بس مدير لشؤون كرة القدم بتوصية كبيرة من مصر، فقالوا لنا خدوه، فيعني هيبقى على الهامش، يعني ملوش اي دور في الكورة، بس ايه قرشين وخلاص يشبع بيهم، وهو ده اللي هيحصل. كريستيانو رونالدو النهارده حفلة وعزاء، حفلة لأنه أحرز الهدف رقم 100 ليه مع نادي النصر السعودي. انضم لنادي النصر في 2023، في 2025 اهو كمل 100 هدف. دلوقتي جاب 100 هدف مع نادي مانشستر يونايتد، وجاب 100 هدف مع نادي ريال مدريد، طبعا اكتر كتير من 100 هدف هنا وهنا، يعني ده مع ريال مدريد معدي ال 400، و100 اكتر من 100 هدف مع يوفنتوس الايطالي، وهو جايب اكتر من 100 هدف جايب 100 هدف مع نادي النصر. فرحه كبيره ورقم قياسي كبير ليه، لكن للاسف خسر مع فريقه النصر كأس السوبر السعوديه. نصر والاهلي جده، اهلي جده فاز 5-3 في ركلات الترجيح. المباراة بدأت لصالح النصر وبهدف من ركلة جزاء، تقدم كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول، لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول العاجي فرانكي كيسي تعادل لفريق أهلي جدة. دخلوا الشوط الثاني بورزوفيتش سجل للنصر قبل 8 دقائق فقط من نهاية المباراة، لكن ما شاء الله تدخل ما شاء الله ما شاء الله رياض محرز النجم الجزائري الرائع وصنع لإيبانيز هدف التعادل مع الدقيقة الأخيرة. وصلوا إلى ركلات الترجيح، نلاحظ أن الأربع لاعبين مش سعوديين، وصلوا إلى ركلات الترجيح. نادي أهلي جدة سجل الخمسة الأولانيين بتوعه، هو اللي بدأ بالتسجيل. الركلة الرابعة لنادي النصر أضحى الخبري اللاعب السعودي
كده ما بقوش محتاجين للركله الخامسه لان المباراه انتهت 5-3. في البريمير ليج عمر مرموش بدأ أساسي النهارده مع مانشستر سيتي في ملعبه ضد توتنهام هوتسبير، وجات له فرصتين في بداية المباراة وشاط كويس جدا، لكن سبحان الله حارس توتنهام كان أكثر من رائع ومنع عمر مرموش من التسجيل. المباراة بعد كده صارت في اتجاه غريب جدا، توتنهام سجل هدفين في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 35 والوقت بدل الضيع عن طريق برنان جونسون وبالينيا البرازيلي من خطأ بشع للحارس الجديد تراوفورد اللي لعب على حساب إيدرسون، وما اعرفش ليه جوارديولا لعبه، لكن هالاند جاله فرصة رهيبة لتقليل الفارق في نهاية الشوط الأول ضيعها، وكده توتنهام بيكسب مانشستر سيتي 2-0 في ملعب مانشستر سيتي وبيحافظ على صدارته للدوري، جايب 5 جول ما دخلش فيه ولا جول، ومانشستر سيتي بيلقى الهزيمة الأولى على ملعب